السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في صوت الملعب. في الفيديو ده هنعرف كواليس كتيرة قوي عن الرياضة، حاجات قديمة وحاجات جديدة، وبنربط الاحداث ببعضها لان التاريخ ما بيتنسيش. في سنة من السنين سألوا شعبان عبد الرحيم، قالوا له هل انت مطرب؟ قال لك انا لا مطرب ولا نيلة، هي جت معايا كده. تفتكروا الكلام ده بينطبق على كابتن مدرب منتخب مصر حسام حسن؟ هنشوف وهنسمع ليه حسام حسن بيحارب النجوم وعلى رأسهم امام عاشور، وايه حكاية السجن اللي خده امام عاشور 6 شهور، وحكاية رامي ربيعة مع شيكابالا، ليه شيكابالا طلع يجري ورا رامي ربيعة وهو بيحتفل بالفوز في كاس السوبر المصري. كمان عندنا من الاخبار المهمه سيف الجزيري، ليه جوزيه جوميز ما بيلعبوش، ايه اللي بيحصل في المطبخ، كل ده هنعرفه مع بعض. وهل فعلا الزمالك بيفكر بجديه ان هو يسيب اللاعب البولندي ميشيل ويحاول يدور له على العقد؟ هل الكلام ده صح ولا مجرد فرقعه؟ كل ده هيكون معاكم من صوت الملعب. ما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناه قبل ما نبدا في الفيديو. اهلا وسهلا بكم في صوت الملعب. اما نيجي يا جماعه نشوف كابتن زي حسام حسن وتاريخه الكبير، هنلاقي ان حسام حسن كان في الاهلي قعد اكتر من 20 سنه، وقعد سنتين ثلاثه في الزمالك، وفي اي مكان بيروحه بصراحه كان بيثبت وجوده وبيجيب اجوان فعلا. بس تعالى شوفوا من الناحيه السلوكيه. من الناحيه السلوكيه كانوا سيئين جدا، وعلى مدار تاريخهم كانوا بيعملوا مشاكل كتيره جدا. هتقولوا ليهم حق وحماسيين، في فرق يا جماعه بين لما تكون حماسي وبين اللي انت بترفض تتغلب، بين اللي انت تكون حماسي وبين اللي انت بتاخد الامور بعند، في فرق بين الاتنين كبير جدا. بس الناس بتخلط الاوراق ببعضها يا جماعه. حسام حسن اول ما راح الزمالك مع اول ماتش ليه قدام الاهلي وجاب جول، ابراهيم جه قدام الكاميرا وقال كلمته مشهوره، هو ده حسام يا ولاد الكلب. تخيلوا بيشتم الجمهور. انت تخيل واحد بقاله 20 سنه وبيشتم الجمهور اللي قعد يهتفلوا 20 سنه، فهم سلوكهم مش سوي. عشان كده تلاقيهم بيحاربوا اللعيبه زي امام عاشور، زي زيزو، حسين الشحات، ربيعه، وصلاح. هم عارفين ان هم كلهم حريفه ونجوم، لكن مش هاخدهم شغل عند وشغل غيره، ما تعرف حاجه كده. المهم ان هم بيبصوا لحاجات شخصيه، مش مصلحه النادي ولا مصلحه البلد ولا مصلحه ان ده منتخب مصر وما ينفعش يحصل كده. لا، هو كل تركيزه اللي لا مش هاخدك وخلاص، رخامه برخامه. على فكره يا جماعه، اللي عايز يتاكد من كلامي يجيب اول هدف لحسام حسن في مرمى الاهلي في مباراه الاهلي والزمالك، ويشوف ابراهيم حسن قال ايه قدام الكاميرا وهم بيحتفلوا بالهدف. فهي مشكلتهم مش مع امام بس، لا ده مع محمد صلاح ومع كله. هي حاجه كده غريزه جواهم، اللي انا بحارب النجوم. هي في ناس كده طبيعتها كده بتحارب الناجحين. طيب النهاية هتبقى ايه؟ النهاية هتبقى مأساوية جدا، لانه هو لحد دلوقتي ما قابلش فريق قوي يبين عيوب المنتخب. اما يتصدم مع اي فريق قوي زي الفرق الكبيرة، هتبص هتلاقيه غصبا عنه هيحتاج لكل النجوم دي من تاني. بس اللي فرق ايه؟ اللي هو ناس كتير قوي اتحرق دمها ومصر اتغلبت وبقى شكلها وحش في كل المطوشة. كلنا شفنا مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في الامارات، وساعة ما الاهلي كسب رامي ربيعة بيجري بيحتفل وشيكابالا بيجري وراه. قال لك هو خايف لنا اسير الجمهور الزمالك، عشان كده بيجري بيحاول يوقفني. لكن انا فعلا ما كنت رايح لجمهور الاهلي وعايز احتفل باي طريقة معينة مع جمهور الاهلي، ودي حاجة ما فيهاش اي مشكلة. لكن هو ربيعة قال كلام كويس جدا وطيب على شيكابالا. قال ان شيكابالا انا لما رحت البرتغال كان منتظرني في المطار، وهو الراجل بصراحة كابتن كبير ومفيش اي حاجة بينا خالص، مفيش اي حاجة غير ان هو بيخاف على شعور جمهور الزمالك. تعالوا نشوف ايه حكاية سيف الجزيري وايه مشكلته مع جوميز. هل في مشكلة حقيقية ولا اللاعب مصاب ولا ايه بالظبط؟ جوميز قال كلام يا جماعة ممتاز، والراجل ده رائع رائع رائع، قول رائع لحد الصبح. جوميز بيقول لك ان اللاعب الجزيري بيتعالى على الكورة وبيتكاسل وما بينتظمش في التدريبات، وهو حاسس ان هو ممكن يأدي احسن من كده، لكن اللاعب متكاسل جدا وبيتعالى. ده زائد ان هو على فترات بيسافر ايطاليا، ففي كده حوارات الاحتمال سيف الجزيري يكون بينسق مع نادي في ايطاليا ان هو يحترف فيها. اللاعب البولندي لاعب الزمالك بيشارك، الزمالك شايف ان اللاعب بيعمل اي حاجه مع الفريق وشايف ان هو ملوش دور ايجابي اكتر، فاحتمال في الفتره الجايه الزمالك يستغنى عن خدماته. كلنا سمعنا بمشكله امام عاشور لما ضرب واحد في المول من الموظفين وخد حكم وبعد كده طلع براءه. المشكله ان بعد كده فوجئنا كلنا ان هو اتحكم عليه ب6 شهور سجن. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي تم؟ بيقولك ان النيابة طعنت في الحكم وفتح باب القضية من جديد واتحكم عليه.
كل دوت واللاعب اصلا ما يعرفش اي حاجة عن اي حاجة. فده حاجة بتثير الجدل والاهتمام، ان ازاي لاعب حتى ما يجيلوش اصلا انذار بالطعن ولا باي حاجة. ان شاء الله مشكلة امام عاشور وكل لاعب تتحل وباذن الله، لان دول كلهم قيمة كروية بالنسبة لمنتخب مصر. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو او عجبك حتى اي معلومة منه، اتمنى ان انت ما تكونش بخيل وتعمل لنا لايك وتشترك بالقناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.